كان يا مكان يا سعد يا إكرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في قرية صغيرة وسط الخضرة والزرع كان في ولد اسمه سليم، عنده 11 سنة وكان محبوب من الناس كلها. في يوم حصلت منه غلطة كبيرة. سليم كان قاعد مع صحابه وقالوله تعالى نسرق من البقال شوكولاتة ومحدش هيشوفنا. سليم رفض في الأول، بس لما شافهم بيضحكوا عليه وبيقولوا جبان خاف يتريقوا عليه، وفعلا دخل وسرق حتة شوكولاتة صغيرة وحطها في جيبه من غير ما حد يشوفه. طبعا هو نسي ان ربنا شايفه. لما رجع البيت قلبه كان بيدق وحس ان في حاجة تقيلة على صدره، وكل شوية يبص للسما بخوف. جت جدته، كانت ست كبيرة وحافظة القرآن، سألته مالك يا سليم؟ وشك باين عليه ان انت متضايق. قال لها وهو بيعيط انا عملت حاجة غلط يا تيتا، انا سرقت ومعرفش ليه عملت كده. انا خايف قوي وخايف من ربنا، خايف ان هو يعاقبني. فجدته ابتسمت له وقالت له ربنا اسمه الغفور يا سليم، يعني كثير المغفرة، بس لازم تروح له بتوبة صادقة وتندم وما تعملهاش تاني وترجع الحق لأصحابه. سليم مسح دموعه وسألها يعني ممكن ربنا يسامحني مع إني سرقت؟ ردت عليه أيوة، لو تبت توبة حقيقية ربنا غفور رحيم، وبيقول في القرآن كده. وسليم فعلا قام وراح للبقال وقال له قدام الناس أنا آسف يا عم حسن، أنا خدت الشوكولاتة من غير إذنك وده تمنها، سامحني. فالبقال فرح جدا بموقف سليم وقال له بارك الله فيك يا ابني، دي التوبة اللي ربنا بيحبها. ومن ساعتها سليم بقى كل ما يغلط يتوضى ويصلي ركعتين ويدعي من قلبه ويقول يا رب يا غفور سامحني وقربني ليك. وبقى لما يشوف حد بيغلط ما يضحكش عليه ولا يفتري، لكن يقوله بهدوء ربنا غفور، بس لازم نرجع اللي احنا أخدناه للناس، ولازم نرجع لربنا بسرعة قبل ما نتمادى في الغلط. اسم الله الغفور يعني اللي بيغفر الذنوب مهما كانت لو العبد تاب بصدق. مفيش ذنب كبير على ربنا، لكن المهم يكون في ندم وترك للذنب ده، وان احنا نوعد نفسنا وناخد وعد على نفسنا ان احنا ما نرجعش نعمل الذنب ده تاني ابدا. وبعد ايام من توبة سليم كان في مسابقة في المسجد للأطفال اسمها أجمل قصة عن التوبة واسم الله الغفور. الأطفال بدأوا يكتبوا عن قصص من الأنبياء والصالحين، لكن سليم كتب قصته الحقيقية وكتب في أولها أنا كنت فاكر إن اللي بيغلط خلاص ضاع، لكن لما عرفت اسم الله الغفور حسيت إن قلبي اتغسل وإن ربنا بيحبني حتى وأنا لسه بتعلم. أنا مش هتكسف من غلطتي لأني اتعلمت منها وهفضل أرجع لربنا دايما. وسليم كتب القصة دي وهو متوتر، لكن كان مبسوط قوي إن بيحكي قصته. والمدرس بتاعهم قال لهم دي مش مجرد قصة، دي توبة حقيقية واعتراف صادق، وربنا بيحب القلوب دي. وفاز سليم بأول جايزة، مش بس لأنه كتب قصة جميلة لكنه كتب قصة حقيقية ومؤثرة، تاب واتغير وثبت. والجايزة كانت مصحف مذهب صغير مكتوب عليه إن ربي غفور رحيم. وساعتها بكى سليم وقال قدام الكل بس أنا حاسس إن مستاهلش الجايزة، لكن ربنا بيغفر، ويمكن الجايزة دي هدية من ربنا بيقولي إن هو سامحني. التوبة مش نهاية، دي بداية جديدة. من أخطأ ثم تاب ربنا دايما هيكون جنبه ويكرمه ويكرمه. وبس كده، توتة توتة خلصت الحدوتة. ما تنسوش تكتبوا آيات من القرآن عن اسم الله
الايه؟ الغفور. هتلاقوا آيات كتير جدا. أكتر اسم جميل، الحقيقة إن أسامي ربنا كلها جميلة، بس اسم ربنا الغفور بيحسسنا بالطمأنينة قوي، بيحسسنا بالأمان. غفور يعني عارف إن إحنا هنغلط، علشان كده باب التوبة دايما مفتوح. فلازم نتوب عن أي حاجة وكل حاجة، ونروح نتكلم مع ربنا، ونعرف إن هو دايما هيغفر لنا، بس لازم نتوب توبة نصوح.